في بداية كل عام دراسي كان آدم يدخل الصف متأخراً ويجلس دائماً في المقعد الأخير. لم يكن يشارك كثيراً ولا يرفع يده ولا يختلط مع زملائه. كان البعض يظنه كسولاً أو لا يهتم بالدراسة. مرت الأشهر والمعلم بدأ يلاحظ شيئاً غريباً. كلما وزع نتائج الاختبارات كان اسم آدم بين الثلاثة الأوائل. وفي يوم اقترب المعلم من آدم وسأله: ليش دايم تجلس ورا وما تتكلم كثير؟ ابتسم آدم وقال بهدوء: أنا أشتغل بعد المدرسة في محل أبي، ودايم أرجع متأخر وتعبان، بس أحاول أكون هنا حتى لو كنت بالمقعد الأخير. سكت المعلم لحظة ثم قال: أحيانا المقعد الأخير يخفي أعظم طموح. ومن يومها صار المقعد الأخير ينظر له باحترام، لأن فيه جلس طالب أثبت أن المكان لا يحدد قيمتك، بل اجتهادك هو اللي يرفعك.